جيب ورا والعب الدوري. رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، جيب ورا وارجع العب الدوري عشان دي أقل الخسائر اللي موجودة قدامك دلوقتي حل من 3 ملهمش رابع. الحل الأول إنك تجيب ورا حرفيا، كلمة تقيلة قوي على مجلس إدارة النادي الأهلي، وترجع تلعب الدوري في مباراة بيراميدز. أو الخيار الثاني إنك تلعب بالناشئين، أو الاختيار الثالث إنك تنسحب من الدوري زي ما كنت بتهدد. خلينا ناخدهم اختيار ونشوف ايه اللي هيحصل لك. اول حاجه انك تقول انا هكمل بالناشئين وهكمل بمواليد 2005 زي ما عملت مثلا في كاس الرابطه. اول حاجه هتلاعب بيراميدز، هتشيل 10 من بيراميدز في مباراه دوري، هتفضل وصمه عار في تاريخك انك خسران مباراه رسميه في الدوري ايا كان ظروفها ايه بسكور كبير جدا زي كده، وهتخسر كل المباريات الجايه، وهتفنش خامس او سادس دوري، ولا هتلعب افريقيا ولا هتلعب كونفدراليه، وهتبقى مش بس ضيعت الاهلي الموسم ده، لا ده انت ضيعته الموسم الجاي كمان، وسلمت الزمالك روح العب مكاني دوري ابطال افريقيا اللي ما كانش بيشمها، او اقصى حاجه انك تلعب مثلا كونفدراليه اللي ملهاش اي لازمه بالنسبه لنا، دي بتاعت الزمالك مش بتاعتنا. ده اول اختيار بالنسبه لك. طب الاختيار الثاني انك تنسحب من الدوري وما تلعبش الدوري اصلا وتقول انا مش لاعب. ايه اللي هتستفيده؟ اولا القانون بيقول تنزل درجه رابعه، انا معاك ان الاهلي مش هينزل درجه رابعه، خليني برضو معاك للاخر ونتكلم بالعقل. المفروض تنزل درجه رابعه لكن صعب، اصل نزول الاهلي درجه رابعه ده يخسر الدنيا كلها. طبعا الاهلي خسران، انت كده لابس في حيطه، لكن ابتعاد الاهلي عن الصوره وعن الدوري ده يخلي الدوري المصري صفر. لو انت اصلا تقدر تنسحب من الدوري، وانا شك في حاجه زي دي، الاهلي ما يقدرش ياخد قرار الانسحاب من الدوري لان عواقبه كبيره قوي على النادي الاهلي. لكن انت لو انسحبت يا سيدي من الدوري وما نزلتش درجه رابعه، هتلعب الموسم الجاي درجه اولى عادي جدا زيك زي باقي الفرق، ما فيش مشكله. استفدت ايه برضه؟ ما برضه الزمالك هيطلع تاني ويروح يلعب افريقيا مكانك، وهترجع تلعب الدوري، والدوري بيراميدز خده، والدنيا زي الفل مع الناس كلها، انت المضرور الوحيد. الاختيار الثالث ايه بقى؟ انك تجيب ورا فعلا، لان انت اللي خدت القرار الخاطئ من الاول، انت معكش اي حق، وانت مش قادر انك تثبت اي حاجه على الناس الفسده اللي انا عارف ان هم فسده، لكن خدت قرار غلط، قرار اهوج، قرار عشوائي ما كناش بنشوفه من مجلس اداره النادي الاهلي. انت ما كنتش قده وما قدرتش تحافظ على حقوق النادي الاهلي، فترجع وتجيب ورا وتلعب بالفريق الاساسي بتاعك عشان تحاول تبقى مركز تاني عشان تلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. قرار هو الاسوأ في تاريخ النادي الاهلي، موقف عمري ما هنساه من اداره النادي الاهلي قياده الكابتن محمود الخطيب.